بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حبايبنا متابعينا مشتركينا، يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وسلام. طبعا زي ما وعدتكم عملنا العشة الجديدة بتاعتنا في البلكونة، وهنربي حمام في البلكونة علشان الناس اللي بتقول هنربي فين. في أي مكان هتربي، في أي مكان هتربي حمام، في أي مكان عندك هتربي حمام. هنشوف مع بعض كده أدى الحاجات اللي احنا عملناها بفضل الله. طبعا دي يا جماعة بسم الله ما شاء الله، دي البلكونة بتاعتنا. طبعا دي القعدة بتاعتنا اللي هنا اهيت، تمام. القعدة بتاعتنا اللي هنا، وهنخش دلوقتي الغية بتاعتنا الجميلة، ونشوف الحمام بتاعنا، وهنشوف الحاجات الجميلة اللي احنا عملناها وبأقل التكلفة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ادي يا جماعة الحمام بتاعنا، وده زي ما انتم شايفين كده. طبعا البلاط انا ناقل الحمام بقالي يومين بالظبط، نقلت الحمام بقالي يومين. طبعا كل ده هيتمسح. طبعا البلاط اقل حاجه بتبان فيه، البلاط اقل حاجه بتبان فيه، تمام. العشه نظيفه، الغيه نظيفه. طبعا عملنا البلكونه زي ما انتم شايفين، تمام. بسم الله ما شاء الله. ده الحمام بتاعنا، ده الخشب اللي احنا ركبناه بفضل الله، تمام. زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا بعمل ديت علشان طبعا بالليل، تمام. زي ستاره كده، كلها متقفله سلك، كلها متقفله سلك زي ما انتم شايفين. عاملينها في البلكونه، زي ما انتم شايفين، ومقفل ده سلك. يعني انا مقفل البرمق ده سلك اهو، واضح. بسم الله ما شاء الله، كل ده متقفل سلك، تمام. واللي هنا برضو تحت الستاره ده برضو متقفل سلك، تمام. بس طبعا انا الشمس ببقى فاتحه الصبح ساعه لما باكل في الحمام، وبعد كده بقوم منزل علشان ندي حمايه للغيه. الشمس عامه حلوه للحمام، حلوه للغيه بتاعتنا بفضل الله، وبتخليش عندك ميكروبات في الارضيه ولا الكلام ده كله. فوق الحمام بتاعك. وفي نفس الوقت انا عملت دي سلك ليه؟ انا عملت ده سلك علشان تهوي المكان اللي انا هربي فيه الحمام، تهوي المكان اللي انا هربي. طبعا الجو حر، احنا في الصيف، الجو حر، حراره شديده جدا، فقلت لازما اعملها كلها سلك، وفي مكان يعني بسيط، في مكان بسيط. مش هقول لك ان شاء الله هنعمل فيها مكان ما الحمام واقف كده بفضل الله. هنعمل هنا فتحه، نعمل فيها تراب او شباك نطير منه الحمام بفضل الله. بس طبعا ده مش الوقت لما الحمام ياخد على المكان، عشان الحمام طبعا غريب عن المكان، ما هوش طالع هنا. في شبابيات، في حمام شغال بفضل الله، في حمام شغال، وفي زغاليل جايبين برضو زغاليل هنا بفضل الله معانا. ده زغلول، ده برضو زغلول بفضل الله، تمام. اللي هنا دوت ده زغلول، واللي هناك ده زغلول، تمام. بسم الله ما شاء الله. كام زغلول كده جايبينهم معانا في قلب الغيه. وجبنا طواجن هنا برضو، وهنعمل ان شاء الله لهم اماكن علشان الحمام يحص فيها. الجنب دوت فيه ناس حبايبنا معانا هنا، واحنا بنقفل الغيه قالوا لي ان احنا ممكن نعمله عيون على الابلكاش ده، ممكن نقفل الجنب دوت ونعمله عيون. بس طبعا ديت على حسب الظروف. انا مش عايزك تكلف نفسك، عايزك تربي في اقل مكان. ادي عشه حمام في مكان بسيط، في غيه متواضعه. طبعا الباب انا عامله سلك زي ما انتم شايفين كده، الباب معمول سلك. مربيين في البلكونه، مربيين حمام في البلكونه، علشان لما وعدتكم وقلت لكم ان شاء الله هنعمل مكان جديد. طبعا السقف زي ما انتم شايفين خشب، السقف طبعا ده مش انا اللي عامله، تمام. مش انا اللي عامله مع الغيه، يعني بمعنى صح ده سقف البلكونه، ده سقف البلكونه، تمام. ده سقف البلكونه، طبعا ده خشب. طبعا كل اللي احنا عملنا الجنب دوت، تمام. حتى ناحيه الشباك اهو باين، تمام. حمام واقف هنا اهوت. كل ده ابلكاش من الارضيه، من البلاط لما للسقف. ده ابلكاش الجنب الجديد اللي احنا عملناه، يعني اللي كلفنا الابلكاش بالقوايم ديت. تخانه يعني معقوله، تخانه اهي معقوله، علشان الناس اللي عايزه تربي حمام، الناس اللي عاوزه تربي وبأقل التكلفه، في اي مكان عندك، على السطح، في البلكونه، في ركن، جنب عشه عندك، هتعملها وتظبط الدنيا معاك، تمام. ده الباب
اهوت والسلك. طبعا دي الستاره بتاعت البلكونه، تمام. الستاره بتاعت البلكونه الناحيه الثانيه اهيت، المكان اللي احنا بنقعد فيه جنب القعده بتاعتنا اللي احنا بنقعد فيها. ده الحمام واقف على السلك اهو، والجنب ده كله سلك يا جماعه. الجنب ده برضو عشان نوريك كله سلك، بس انا طبعا علشان استر المكان بتاعي برضو على قد ما اقدر، وفي نفس الوقت احافظ على الحمام بتاعي، تمام. كلها سلك، يعني التهويه بتاعتها جميله جدا، التهويه بتاعتها كلها جميله جدا. الحمام واقف على السلك اهوت. والبرامق زي ما احنا شايفين كده، الفتحات اللي في قلب البرامق عملتها باسمنت وجبس عشان ما فيش حاجه تطلع، وفي نفس الوقت ما فيش حاجه تخش للحمام تموت الحمام ولا حاجه. طبعا عملنا الجنب ده زي ما احنا قلنا، الجنب الشرقي دوت عملناه زي ما انتم شايفين كده، البطانيه، ستاره قديمه، بطانيه قديمه في المكان بتاعك، تربي حمام ويبقى مزاجك حلو. طبعا الصيف والمشاكل اللي بتقابلنا في الصيف، دايما نهتم باستحمام الحمام، دايما نحط ميه للحمام باستمرار كتير علشان الحمام ينزل يستحمى فيها يفوق نفسه. وفي نفس الوقت ركز على الحمام بتاعك وانت بتكلفه، ركز على الحمام بتاعك وانت بتكلفه، وانت بتحط الكلفه تشوف الحمام هيجري على العلف ولا لا. الفرد اللي تلاحظ عليه دايما باستمرار ان هو كاشش او كمشان او حاجه، اعزل الفرد على طول، اعزل الفرد. دي السلكه بتاعتنا اللي كانت في العشه الكبيره اللي احنا طبعا كنا بربي فيها. ارجع للفيديوهات بتاعتنا كنا بنكشف فيها الحمام على ظهر الغيه. طبعا هنا لسه ما اتعملش التراب، لسه ما اتعملش التراب. هنشوف المكان اللي هيتعمل فيه، يا اما في الجنب ده، تمام. انا عايز تسيبوا لكم برضه رايكم في التعليقات والكومنتات. التراب، الفتحه اللي احنا هنطير منها الحمام، هل هتبقى هنا حلوه جنب الباب ولا في الزاويه ديت ولا في الزاويه ديت؟ فمش عارف بصراحه، يعني انا محتاج رايكم برضو في التعليقات. اللي يشوف الفيديو للاخر يقول لنا رايه، ونشوف هنعمل التراب فين والفتحه اللي احنا هنطير منها للحمام. طبعا ده العلف بتاع الحمام، طبعا هنشوف له مكان او هنسيبه لحد هنا يعني ان شاء الله، بحيث ان احنا نظبط الدنيا فيه. هو متحافظ عليه، محطوط شكاره في شكاره، حافظ عليه بس برضو يبقى قريب مننا. ولو لقينا مثلا حاجه بستله او براميل اللي هي الكبيره نحط فيها العلف برضو عادي، تبقى جميله في قلب الغيه هنا برضو، يبقى متحافظ عليها، تبقى افضل من الشكاير عشان الزرق والكلام ده كله زي بتاع الحمام. طبعا ديت باقل شويه ميه، باقل شويه ميه طبعا اللي في الارضيه دوت هيتمسح، لان البلاط اقل حاجه بتمسحها. زي ما وعدتكم عملت الغيه الجديده بتاعتنا في مكان جميل، في مكان بسيط، علشان لو غاوي الحمام، لو عاوز تربي حمام في اي مكان هتربي، ما تكسلش. عندك اي مكان استغله وربي فيه حمام. طبعا انا حطيت هنا الطواجن، تمام، بتاعت الحمام، حطيت الطواجن بتاعت الحمام. والجنب بتاعنا اهوت ده ممكن يتعمل عيون كله، يعني ممكن الجنب ده كده يتعمل عيون لما للسقف، تمام. مفيش حاجه صعبه، مفيش حاجه مستحيله. الحمام طبعا كمان انا بصور اول فيديو اصوره في قلب العشه الجديده بتاعتنا، وفي البلكونه اللي هنطير وننش منها بفضل الله. بسم الله ما شاء الله. محتاج رايكم في التعليقات، قولوا لي ايه رايكم. الحمام بتاعنا يا جماعه فيهم مجموعه زغاليل وشبابيات وجوزين او 3 حمام شغال بفضل الله، والباقي كله شبابيات على وش شغل بفضل الله مع الزغاليل. طبعا احنا هنكشف الاول حاجه بسيطه كده، الحمام يركز وياخد على المكان. هنشوف المكان المناسب اللي احنا هنربي، اللي احنا عفوا هنطير منه وهننش منه الفتره اللي جايه ان شاء الله. وريت لكم كل حاجه على الطبيعه. القعده بتاعتنا بره اللي احنا بنقعد عليها في قلب البلكونه، الابلكاش بتاعنا، الخشب، الحاجات اللي احنا صرفناها عليها طبعا كلها حاجات بسيطه. جنب سلك، تمام، الشرقي جنب سلك بفضل الله زي ما قلت لكم. طبعا جنب كله سلك اهوت، بس انا طبعا منزلها برضو علشان ان احنا نحافظ على جيراننا ونحافظ على حاجتنا برضو على قد ما نقدر. المكان متهوي جدا، تهويته جيده جدا بفضل الله. الشمس بتخش للمكان ودي حاجه كويسه جدا برضو. اخواتنا مربين الحمام، الشمس مهمه جدا في الغيه بتاعتك. وطبعا الحمد لله بفضل الله وكرمه المكان
كويس لحد ما، ومحتاج رايكم برضو في التعليقات. ولو في اي حاجه عايزين نعملها في المكان بتاعنا، اللي عنده اي راي، اللي عنده اي حاجه ان هو يشور علينا برضو بيها ان احنا نعملها في قلب المكان دوت، علشان عاوزين نفرخ ونطلع احلى حمام، واللي جاي ان شاء الله جميل واحلى. بكم ومعكم نلتقي بفضل الله، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. طبعا النهارده وقفه عرفات، كل سنه وانتم طيبين. وقلت لازما اعمل لكم الفيديو الجميل دوت زي ما وعدتكم، وفي يوم جميل يوم عرفه. كل سنه وانتم طيبين، وكل الامه الاسلاميه بخير واليمن والبركات. حبايبنا متابعينا مشتركينا، لو بتشاهدنا لحد هنا ما تنساش اللايك، ولو اول مره تشوفنا ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وحصري. وانتظرونا في كل جديد بفضل الله. كده الفيديو بتاعنا هيكون خلص علشان ما نطولش على حبايبنا. الاشياء الجديده بتاعتنا في البلكونه اقل التكلفه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.